بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا خدنا يا اولاد الجزء الاولاني من درس شجاعة الطفل. الجزء الاولاني ده كان بيحكي على ايه؟ كان بيحكي ان كانوا اطفال بيلعبوا في الشارع، فلقوا الامير يعني حاكم البلد جاي، فطبعا الاولاد كلهم هربوا وجروا الا واحد بس. الولد ده ما هربش مع الاطفال ليه؟ تعالوا نشوف مع بعض ما هربش مع الاطفال ليه. الولد ده يا ولاد ما هربش مع الاطفال علشان كان ولد شجاع، ما كانش بيخاف علشان اولا ما بيخافش الا من ربنا، ثانيا ما عملش حاجة غلط يخاف منها. طيب طبعا الصفة ديت اسمها صفة الشجاعة، يبقى الصفة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة في الدرس اسمها صفة ايه؟ الشجاعة. نقرأ مع بعض كده. قال الأمير للطفل: لماذا لم تهرب مع الأطفال؟ قال الطفل: ليست الطريق ضيقة فأوسعها لك. شكر الأمير الطفل على شجاعته. نقرأ مع بعض تاني، اقرأوا معايا. قال الأمير للطفل: لماذا لم تهرب مع الأطفال؟ قال الطفل: ليست الطريق ضيقة فأوسعها لك. شكر الأمير الطفل على شجاعته. طيب مع بعض على أول جملة يا ولاد. قال الأمير للطفل: لماذا لم تهرب مع الأطفال؟ توقعوا يا ولاد الطفل، نتوقع مع بعض كده الطفل هيجاوب على الأمير يقول له إيه؟ يقول له هو ما هربش ليه؟ هيقول له طبعا ليست الطريق ضيقة فأوسعها لك. الطريق مش ضيقة علشان أوسعها لك، طبعا الطريق واسع، فأنا أهرب وأجري ليه؟ الطريق واسع وأنا واقف في الطريق. وهو كمان الولد ما بيخافش، فهيهرب ليه؟ طبعا الصفة بتاعت النهاردة ديت نتعلم من الولد ده صفة ايه؟ صفة الشجاعة. طبعا الأمير كان مبسوط جدا من الطفل الشجاع، وشكر الأمير الطفل على ايه؟ على الشجاعة بتاعته وعدم خوفه منه. طيب ناخد مع بعض كده نشوف المفردات. مضاد كلمة قال ديت معناها اتكلم، يبقى مضادها ايه؟ اتكلم. مضاد اتكلم ايه؟ مضاد تكلم سكت، يبقى مضاد كلمة قال سكت. طيب جمع طفل واحد جمعها ايه؟ جمعها اطفال، يعني طفل وطفل 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 يبقى جمعهم ايه؟ جمعهم اطفال. طيب مضاد كلمة ضيقة، عايزين نعرف كلمة ضيقة مضادها ايه؟ عكس ضيقة مضادها ايه؟ عكس حاجة ضيقة حاجة واسعة، يبقى مضاد ضيقة واسعة. طيب نشوف مع بعض التدريبات. أول حاجة، هرب الأطفال لأنهم رأوا الأمير. الأطفال يا ولاد هربوا عشان هم شافوا الأمير ايه؟ راجعا ولا واقفا ولا قادما؟ الأطفال هربوا عشان هم رأوا الأمير ايه؟ قادما يعني جاي. اما شافوا الامير جاي طبعا كلهم هربوا، يبقى كلمة قادما معناها ايه؟ آتيا او قادما. طيب كان الاطفال كانوا بيعملوا ايه يا ولاد؟ يلعبون ولا يشربون ولا يأكلون؟ الاطفال كانوا بيعملوا ايه في الطريق؟ طبعا كانوا بيعملوا ايه؟ يلعبون. طيب رأى الأطفال الأمير قادما من. الأطفال شافوا الأمير قادما منين؟ من قريب يعني من قريب ولا من بعيد ولا من الميدان؟ طبعا شافوه جاي من بعيد، وأول ما شافوه جاي من بعيد عملوا ايه؟ هربوا طبعا على طول. هرب الأطفال إلا مين؟ إلا بنتا ولا طفلين اتنين ولا طفلا؟ طبعا إلا طفلا واحد. دخلوا على طول اللي بعده. طيب عايزين نوصل الكلمة بمعناها، كل كلمة عايزين نشوف المعنى بتاعها ايه ونوصله بيها. كلمة الحاكم، خدنا كلمة الحاكم معناها ايه؟ معناها الأمير، حاكم البلد معناها الأمير. طيب كلمة هرب معناها جرى خائفا، يعني بجرى وهو خايف. كلمة قادما معناها آتيا. شكرا.